بسبب الترند فضحت بنتها ووقفت حالها. صورت فيديو اتريقت فيه على العريس اللي اتقدم لها، والمفاجأة لما رواد السوشيال ميديا هاجموها هي. وبسبب كلامها على عريسها اللي اتقدم لها اتعاطف رواد السوشيال ميديا مع عريسها اللي لا شافوه ولا عرفوه. قولي مميزات العريس. قولي. ابوه محاسب يا جماعه، والولد شغال مهندس ميكانيكا ومعاه مبلغ محترم مشغله في التجاره. وبس مشكلته بقى العيوب بقى اللي فيه ان هو ما عندوش شقه ولا عربيه. وبعد ما الفيديو بقى ترند على جميع المنصات قرر عريسها انه يطلع يعمل فيديو يرد عليها بيه ويقول لها الناس واقفه معايا من غير ما تعرفني، وكويس ان انا خلصت منكم. صباح الخير. طبعا شفتوا الجماعه دول انتم، وانا بشكر كل الناس اللي تعاطفت معي من غير ما تشوفني ولا تعرفني. باختصار يا اخواننا، انا العريس اللي اتقدمت له هي وامها العقربه دي. الفكره مش قصه ان انا مهندس ميكانيكا وان انا معيش عربيه وان انا معيش شقه والكلام ديتي. انا معي بيت ملك 4 ادوار بس هم ما يعرفوش الكلام ديتي. تمام. وانا سبب رفضي ليه واللي انا خلاني رفضته، رقم 1 ما تعرفش تسبح السخلان، رقم 2 ما تعرفش تفرق عن الجديان، رقم 3 ابوها اصلا قاعد في البيت يهرش زي الجربان. انا اللي رافضها يا جماعي، وهي برضه نفس الكلام اللي الناس قالته واقتنعت بيه صح. فكروا ان هي اللي رفضاني، بس هي طلعت محروقه عشان انا نشوف الفيديو، وانا شفت الفيديو اهو. انا شفت الفيديو والحمد لله الناس واقفه معاي من غير ما تعرفني. وخليك انت امك العقربه على كده، خليكم انتوا الاثنين على كده. وللمرة التانية تطلع الأم وبنتها في فيديو، بس المرة دي ما بيتنمروش على العريس، لا دي بتقول أنا بنتي حالها وقف، وزعلانة من الردود والهجوم اللي حصل من رواد السوشيال ميديا على بنتها. حالتها النفسية بقى لها يومين زي الزفت، والله ما عارفة حتى تخرج من شغلها بسبب الكلام اللي بيتقال، ومشاكل مع نسايبنا ولا بسبب. قصدنا نعمل الفيديو ده ترند ولا قصدنا اي حاجة. أنا أول ما لقيت إن الفيديو كده انتشر أنا قفلت صفحتي وقفلت كل حاجة، عشان أنا مش قصدي يعني الهدف كله ان انا مش هنزل حاجه وتنزل ترند وهنعيش على الناس ليه؟ عزيزي المشاهد، دي اخرة البيت لما يبقى مفهوش راجل وحكماه واحدة ست.